من صبي في الصاغة لإمبراطور الذهب في مصر والمتحكم الأول في سعره، القبض على روماني عيسى. من صبي في محلات الصاغة بيقبض شوية ملاليم لواحد من أكبر المتحكمين في سوق الذهب في الفترة الأخيرة، إمبراطور الذهب وتجارة العملة روماني عيسى. قضية الذهب الكبرى، القضية اللي أثارت الرأي العام الفترة اللي فاتت. اسمه الحقيقي ريمون خلاف وشهرته روماني عيسى. اشتغل من صغره صبي في محلات الصاغة لحد ما قرر إنه يحقق ذاته ويعمل لنفسه المشروع الخاص بيه، ومن هنا قرر إنه يتاجر في كسر الذهب عشان معظم التجار بيرفضوا إنهم ياخدوه، فكان بيشتريه هو ويلمه من السوق ويوديه مصانع تسيحه وتعمله سبايك. ومن هنا بدأت إمبراطوريته في سوق الذهب. وبعد ما البلية لعبت معاه قرر إنه يشارك 2 من رجال الأعمال المهمين في البلد، واللي هم هشام الحازق وعبد الباسط حمزة، عشان يحموه وكمان عشان يكبر وشغله يكتر. وبدأوا هما ال3 في الشغل على كبير، ومن تجارة الذهب لتجارة العملة قدروا يعملوا ملايين كتير جدا، وبدأوا يهربوا ذهب جاي من بره وخصوصاً من السودان عشان يسيطروا على أسواق الذهب المصرية، لحد ما بقى روماني صاحب محلات ذهب في الجمالية وفي كل محافظات مصر كمان، وبدأوا يتحكموا في سوق الذهب بشكل كبير. ويمكن ده كان واحد من أهم أسباب زيادة أسعار الذهب في مصر في السنين الأخيرة. لكن في واحدة من حملات التفتيش على محلات الذهب لقوا في واحد من محلاته أكتر من 160 كيلو ذهب خام من غير فواتير، ده غير شوية مخالفات كمان كان متهم بارتكابها، ده غير العملات الأجنبية المختلفة اللي لقوها معاه. وفضل روماني 3 شهور تحت التحقيقات بتهمة التلاعب بسعر الذهب في السوق واحتكار سلعة بتأثر على اقتصاد وأمن البلد. واعترف روماني باللي هو عمله، واعترف على شركائه هشام الحازق وعبد الباسط حمزة، واتقبض عليهم هم كمان. لكن في النهاية أخلوا سبيله على ذمة التحقيقات عشان يظهر من فترة صغيرة في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيوضح فيه كل تفاصيل قضية الذهب الكبرى، وقال إنه ما كانش بيتلعب بالسوق ولا حاجة، وإنه ملوش أي علاقة بارتفاع سعر الذهب في الأسواق. وقال قصة المنجم اللي كان بيمتلكه شركائه واللي انضم ليهم كشريك ثالث في 2019، إن المنجم ده خلال 20 سنة كاملين ما أنتجش غير 39 كيلو ذهب بس. لكن بقى بعد انضمام الإمبراطور ليهم وبعد فترة صغيرة جدا قدر إنه ينتج من المنجم ده أكتر من 630 كيلو ذهب، وده كمان بقوة تشغيل 2% بس. وقال إن الدولة بتكون شريكة في المشاريع اللي زي دي بنسبة 51% من أرباح المنجم. لكن حصل خلافات كبيرة بينه وبين شركائه في المنجم في 2021 وطردوه منه بعد ما عملوا من وراه خميرة حلوة، وبعدها الدولة قلبت عليهم. وطبعا عشان اللي عملوه معاه لما اتقبض عليه اعترف عليهم على طول، وكان معاه كل الأدلة اللي تثبت إنه ملوش دعوة بالمنجم ده بقاله أكتر من 3 سنين، وده اللي خلاه يطلع من القضية دي من غير كفالة ولا أي ضمانات زي الشعرة من العجين. حاجة مهمة، أنا أخلع سبيلي من سلام النيابة بدون أي ضمانات وبدون أي كفالات. في النهاية مستنيين مشاركتكم في التعليقات وآرائكم عن إمبراطور الذهب في مصر ونهايته في يوم وليلة.